رمضان كريم، الله يعيده علينا وعليكم بالصحة والعافية يا رب. كيف كنا اليوم؟ اشتقت لكم حبايب قلبي. مثل ما شايفين معكم اليوم، أنا اليوم عندي عزيمة، الله وكيلكم. شو بدي أخبركم، تعبت كتير يوم طفي بالعزيمة كتير كتير. هلا بدي شايفين معكم، أول شي بلشت أعمل الوصفة من الحلو، حبيت أعمل كاستر مع الجيرو. بس حبيت أعكس اليوم، أنا بالعادة بحط الكاستر على وش، عفوا الجيرو على وش الكاستر. المرة عكست، حطيت الجيرو من تحت وحطيت طبقة الكاستر من فوق وزينتهم بالفريز. وهيك مثل ما شايفين، أول شي أنا عندي علبة واحدة من الفريز الجيلو، كتيتها شوفي معكم بالبريق. حطيت أول شي كباية واحدة من المي السخنة، برجع بضيف عليها كباية واحدة من المي السخنة. هي الكباية ذاتها بتشتغلوا فيها، بتضلكم تشتغلوا فيها مرة تانية حتى ما يطلع شي أكتر من شي. وهلا هيك حركتوا، شوفي معكم هي كباية المي الباردة اللي عم ضيفها التانية، ضفت علي بعد ما داب معي ظرف الجيلو بالمي السخنة. وأنا هود القوالب بحب استعمله على طول، كتير حبيتهم. وحجمهم كتير حلو لأي شيء، للكاستر حتى على فكرة، رز الحليب، كل شيء بارد بقلبه كتير حلوين، يعني حجمهم ما بيكون جعبل ياكل كمية أكتر، قياسهم حلو. وهون بشتري معكم كمان عم بعمل جيلو، بس عملتها بالتوت البري صراحة. شفت بالسوبر ماركت ظرف جيلو بالتوت البري، فحبيت جربه صراحة. أنا ضايقته عصير، بس جيلو صراحة ماني ضايقته ولا مرة. بس شو بدي أخبركم، الطعم طلعت تحفة عن جد. حتى بسبب ماك ضحكوا عليه صراحة يا صبايا. قلت لهم حبيت زين اللي عملته بالتوت البري، قلت لهم هاتي توت انه لو مجفف توت، انه بالكيس بيجي بالسوبر ماركت. قالوا لي مدام ما في هيك شيء تلاقي. فاضطريت زين الكبايات كلها بالفريز، معنى كنت حابة كل مين زينهم حسب النكهة او حسب الطعمة يلي موجودة معنا من الجيلو. هون عدد الجيران شايفين عندكم، عدد الاشخاص اللي كان جايين لعندي، كانت عزيمتي كبيره. بخبركم اول فيديو، الله وكيلكم. قلت لكم من على بكره الصبح ما بيقولوا بديك بينده كوكو، وانا نمت على المطبخ على الشغل وعلى الطبخه. ودوب واحد لحق. كمان ما تنسوا، كمان عندي موعد، وقت لصلاتي وقراءة القرآن. صبي وصلت بالقرآن صراحة، ولا اسم الله ما شاء الله، أنا رح بلشت كمان أختم القرآن، اللهم صل على سيدنا محمد. وهون مثل شايفين معكم عم حط، كمان بعمل الكاستر. هون حطيت لتر من الحليب، وهون عم حط تقريبا شي 5 معالق من الكاستر. هون ماني مشغلة الغاز أبدا أبدا، بعدني ماني مشغلة شي خالص خالص. وهون بشتو معكم ضفت السكر أنا ما بعيره صراحة، فنظريا بشتغل. بس انتو شو بتحبوا، حلا السكر للكاستر أو أي نوع من الحلويات فيكن تدوقوا، بس أنا نظريا صار عندي خبرة فبعرف. هون الكاستر صار معي جاهز، كمان فضيته مثل شفتوا معكم بالبريق، قلت لقيته أسهل صراحة لا اسكف فيه. بس هون كانوا عندي مسقعين الجيلو اكتر من نص ساعة بالبراد، ما تفكروا انه فورا، لا لسقعوا معي. عملتهم وحطيتهم مش فورا، لانه بصير الجيلو بيدوب معكم فورا. سقعوا شي نص ساعة ولا ساعة، بالاحسن يكون ساعة. بس انا كنت مستعجلة صراحة، عندي عزيمة بدي اخلص اعمل الحلويات وبلش بالاكل. هون خلصتهم سكبتهم كلياتهم، وهلا بشيلهم على سطح المجلة، وانا بقول لكم بروح فيهم على البراد دغري، الله وكيلكم. هلا بشيلهم وبحطهم بالبراد كمان حتى يسقعوا، ما يصير بعد الافطار وضيوف يجوا لعندي. شلتهم حطيتهم بالبراد، وهلا عندي، شايفة فرجيكم عندي قشطة، اشتريت كمان نص كيلو من القشطة. حبيت اعمل شايفين معكم ال- اللهم صل على سيدنا محمد، المثلثات، اللي اعملهم شي على قشطة وشي كمان كمان حشيتهم على جبنة. ونص معلقة قرفة بيعطيها القشطة نكهة كتير طيبة. وهون شايفين معكم بالطاسة حطيت معلقة من النشا، عفوا من الطحين، مع معلقة من المي، حركتهم. وفيكم تحطوا نشا على كل حالها، فيكم تقولوا ما فيكم، لا فيكم تحطوا نشا مشان ما تفك معانا الرقائق اللي عم نعملها. هون حطيت الرقائق وحطيت فيها حشوة القشطة اللي جبتها أنا. طلعوا كتير طيبين صبايا قد ما بخبركن يعني ما تقولوا هون بصيروا بس للجبنة نعملهم أو نحشيهم لحمة، لا حتى بصيروا للنحشيهم القشطة. كانت الطعم خرافي، كتير حبون ضيوفي صراحة، حبون كتير كتير، ما شوي يعني. ما أنا اللي قسمت العلبة عن قسمين، عملت نص حلو، عملت صينية صغيرة، والقسم الثاني عملته كمان بالجبنة الموزاريلا والجبنة العادية. صراحة ضيوفي كتير حبوا الوصفات اللي عملتها اليوم. بس الله وكيلكم، والله العظيم الله وحياتكم، وحي تعب وحياة الله. كله تعب بتعب. بس كانت طاولة حلوة، بتقولوا بتبيض الوجه. هيك عملتهم كلياتهم على هذه الطريقة. هون بتزاوي على الآخر، شفت هيك بدهنها شوي صغيرة حتى ما تفتح معنا بالقلي، وتحافظ على منظر الحلو. والعين بتاكل قبل التم يا بنات، شو رأيكم انتوا يا صبايا؟ وهيك الهشيمة خلصت جميلة، عملتها بالقشطة. وهنتقل معكم المرحلة التانية، هي مرحلة الجبنة. حطيت مثل تكون جبنة عادية مع جبنة الموزاريلا، مع رشة صغيرة
من حبة البركة أو حبة الصودا بتقلوا له. شايفين عليه كيف صاروا ملطحين، ما كل شوي صراحة بدنا نضل طحين بهالطرف حتى يثبتوا معي. هلا هيك كمان القسم التاني عملته بالجبنة وخلصته. وهون بعد ما خلصنا كلياتهم بلشت مرحلة القلي، قليتهم وصاروا معي جاهزين لما يوصلوا ضيوفي. وهون كمان عملت لهم التمر، حبيت هيك بيض وشي وأعمل حالي. رحت عندي علبة من التمر حبيت أحشيها من الجوز من اللوز من العوجة البندق، وإذا عندكم كمان فستق حلو، والله كان عندي صراحة بس نسيت فستق الحلبي. عطى طعمة التمر المحشي والمكسرات كتير كان حلو يعني، وعن جد عن جد صبايا كتير انبسطوا الضيوف اللي اجوا لعندي انه التمر حيشيته كتير كان طيب كتير كتير، لأن كل حبة إلها طعمة ولا نكهة ولا لون. وكيف إذا كان من ديات ست الحبايب ست وعد يعني. قسم شفتي حطيت من اللوز، شي حطيته بالعوجة، شي حطيته بالبندق، كلياتهم حتى انتهت معي الكمية كلياتها. هاد قدمتهم مع القهوة، وحطيت تمر سادة بلا محشي أبدا ولا شي حشيته يعني، حطيته على الإفطار على الطاولة. هاد هيك مع فنجان القهوة محشي من مكسرات، والله غير شكل يا صبايا. شو بخبركن، جربون وخبروني على طريقتكم شو رأيكم انتو فيه، دوقون. حتى هيك منظرهم كان كتير كتير حلو على الطاولة. خبرونا انتو لليوم شو عملتوا عشا كمان، كيف كان العزايم اللي عم تعملوها. خبرونا هيك شو في اكلاتك عاملينها غريبة مثلا واحد. الله وكيلكم رمضان بحير بالاكل وحياة الله. وهلا هيك انا انتهيت، بس ما هون اللي طلعوا قدهم مرتين. انا شفتني كانت العلبة فيها طبقتين، انا كلهم حشيتهم. هيك منظرهم خالص. هون ورق العريس صراحة كنت لفته عشية من الليل، مش رح أقولك من نفس النهار، لا أكيد لا مش نفس النهار. ورق العريس كنت لفيته عشية، لفيته وجهزته قبل ما أنام، حطيته بالبراد. وبعد الصبح حطيت بقد الطنجرة كان عندي فخاد، حطيتهم وحطيت عليه الثوم والنعناع وحطيت له هالمي. بس رح ما بحط له على البارد أبدا أبدا. حطيته على النار حتى يغلي، وتركته صراحة على نار هادي يعني. حطيته تقريبا شي من الوحدة عن جد للستة عشية، وأنا حاطته على الغاز. بحب نحن بنقول عندنا بسوريا إذا ما تنهنا الورق العريش وحطيناه من أول الليل لآخر الليل ما فيه ما حلو يصير. احنا عنا كانت الماما الله يذكرها بالخير يطول لي بعمرها يا رب ويطول عمر أهريكم يا رب. كانت على العيد الماما تحطهم من الساعة 5 الصبح، الله وكيلكم كنا نايمين، تحطهم من الساعة 5 الصبح للساعة امتى قولتكم، حتى يجوا العالم على الساعة 2 يتغدوا أو الساعة 3 ينزل نهنة هنيفة غير شكل. أخذنا الحديث هون. شفت عملت أنا الفاصوليا الحب كمان، كنت نقعت عشية سلقتها الصبح. حمست اللحمة مع الكزبرة والثوم، وحطيت عليه معلقتين 3 من رب البندورة، ورجعت حتى غلوتين طبيت عليهن الفاصوليا. وشو هالفاصوليا شو بخبركم، المنظر والطعم لحاله شايفين يتكلم، مش رح احكي شي انا. ولا الكبة الني، هي عملت الكبة الني بهبرة يا صبايا، مش كبة البندورة هالمرة، لا عملناها بهبرة. حبيت هيك نغنغة شوي وادعم ضيوفي. وهيك كان افطاري لليوم، رز الفاصوليا. شايفين كيف الفخاد اخذوا نكهة كتير حلو من اليبرق، واليبرق اخذ نكهة منهم. حتى شايفين معكم تحسون عن جد مش حاطين شاورما قد ما اللون كتير كان حلو يعني، مطبوخ على نار هادي كتير كتير. هون الفتوش شايفين معكم منظر الفتوش لحاله غير شكل. والتحلاية كمان ضيفي الله يرزقهم يا رب ويرزقكم، جايبين معاهم كنافة. كانت التحلاية الكنافة من ضيوفي صراحة، هيدي مش انا عاملتها ابدا ابدا، بس حبيت اقطعه وفرجيكم هي والوربات صراحة بلصهم. الله وكيلكم ما صح لي مجال ابدا اتنفس. بتعرفوا انتم بالعزايم الواحد ما بيحسن ابدا ابدا كل شيء يعني، التفاصيل اللي بنشتغل عليها انه نحسن نصورها كلياتها، فبناخذ لقطات بسيطة. وهيك بعد ما تحلوا وخلصوا التحلية من الكنافة قطعناها وقدمت لهم اياها. هلا رحت بقى لحط بقى انا التحلية تبعيتي، شيء البارد بالاحرى مع الفواكه. هون انا زينتهم شايفين معكم الفريز، حطيت لكل حبة من الكبايات اللي عملتهم حبة من الفريز. شايفين على الوجه بتعطي طعم كتير حلوة، والمنظر لحاله ما بتقولوا لي متمنظر لحاله غير شكل. هون عندي صوص الفريز كمان قدمته معه، طلع صوص الصبايا عن جد الفريز مع الكاستر نكهة غير شكل. ولا هيك بودعكم، باي باي.